تشهد شوارعها وأزقتها يوميا ومنذ سنوات زحمة سببها الدراجات النارية، ويبدو أن هذا الأمر أصبح يزعج المارة وأصحاب المركبات. روبورتاج توفيق عمري. أضحت شوارع مدينة أولاد جلال ببسكرة تشهد يوميا زحمة كبيرة تسببها كثرة الدراجات النارية والتي قدر عددها بالآلاف. السبب في ذلك أرجعه أهل المنطقة إلى انعدام سيارات وحافلة النقل الحضري. نمشوا بلا كاسك لا والو، لا نحتاج واقع هنا في البلاد، معناها مانيش نخرجوا لبرا ولا نهز عليهم مال ساعه بالربعه والله غير ربعه طار لي كرسي الله وراني بارك. والله بارك يا هل ترى الموطو هذه عندها كوارتها كل شيء الكاسك ولا لا الكاسك ما كانش واحد كاينين لا سلونس كاينه بصح الكاسك علاه ما ديروش حاجه هنا في وسط البلاد محسوب شكون محسوب حاجه ما كانش نقل حضر. الحوايج اللي لازمتنا هنا ما كاين والو ما كاين والو، هذه هي النقل تاعنا، هذه هي كل شيء. حملة تحسيسية تقوم بها الجهات المعنية في كل مرة قصد توعية المواطن بالاستعمال الأمثل لهذه الوسيلة والتي باتت تشكل خطرا كبيرا على مستعملي الطرقات. أحيانا يجونا مواطن هنا ما يجيبوش الوثائق تاعهم، ما عندوش هذا الكاسك، تلقى حتى الدراجة النارية هذه ما تعرف الا في حقيقة لا دراجة لا ماهيش دراجة، انهم قلدوا لها دايره امور تقليديه. معظم الاخطار التي وقعت للدراجات معظمها ليلا وفي الطرق الرئيسيه، الطريق الوطني الرئيسي. المشروع تاعنا رانا نحضروا في مشروع في محطه حضريه راح تفتح في الايام القادمه باذن الله، وراح نديروا مخطط للنقل الحضري وراح نحاولوا مع السيد مدير النقل. هي وسيله مهمه في تنقلات المواطن، غير انها تشكل خطرا قد يودي بحياته ان لم يمتثل اصحابها بشروط السلامة المرورية. فعلا هي ظاهرة خطيرة جدا. نختم من قصر الثقافة مفدي زكريا بالعاصمة، حيث نقل لنا يوسف طافر أجواء السهرة الأندلسية التي نشطتها أمس جمعية الجزيرة.